مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج سيني رشيد. اليوم غتكون واحد الحلقه استثنائيه كما كتشوفوا في الديكور وكما كتشوفوا في اللباس اللي لابس. حلقه عندها علاقه بكاس العالم. نتوما كتعرفوا باننا دابا في اوج ديال كاس العالم وكلشي يعني ملاهي مع الكره ومتبع المباريات ديال المنتخبات العالميه وخاصه ديال المنتخب الوطني. والحلقه ديال اليوم ما غتخرجش على هذا الجانب هذا، لان غنحاولوا نهضروا على يعني همزه الوصل بين السينما وبين الكره اللي تحققت في بزاف ديال الافلام. وغادي نحاول نعطيكم واحد اللائحه ديال 5 الافلام اللي كانت فيهم الكره هي الموضوع الاساسي بالنسبه للناس اللي تتبقى عندهم شويه لينيرجي باش انهم يتفرجوا في شي فيلم سينمائي مورا يتفرج في 2 ولا 3 ديال الماتشات في النهار. دونك اللي باقي عنده الجهد وباغي يزيد شي حاجه نقترح عليكم مجموعه من الافلام اللي كتهضر على السينما. دونك نبداو هذه الحلقه ديالنا على بركه الله. الفيلم الاول في السلسله هذه هو فيلم بعنوان اسكيب تو فيكتوري من اخراج المخرج جون هوستون سنه 1981 ومن بطولة نجوم ديال كرة القدم ونجوم ديال السينما بحال سيلفستر ستالون بحال بولي بحال مايكل كين. هذا الفيلم هذا كيحكي القصة ديال مجموعة من المساجين تشدوا في واحد المعتقل نازي وغادي يلعبوا واحد الماتش ديال الكرة مع السجانين ديالهم، ولكن غادي يحاولوا يستغلوا هذا الماتش ديال الكرة باش انهم يهربوا من هذا المعتقل هذا. القصة ديال الفيلم مستلهمة من واحد الواقعة حقيقية كانت كتسمى لو ماتش دو لامور، مباراة الموت، اللي تلعبت سنة 1942 في كييف في اوكرانيا بين واحد الفريق ديال كييف وبين واحد الفريق الماني، واللي سالت بالفوز الفريق ديال كييف. ولكن لسوء الحظ ديال هاد اللاعبين اللي ربحوا الماتش انه سيبانه من بعد غادي تعتقلوا كاملين ب 11 غادي يعتقلوهم النازيين وغادي يعذبوهم، وكاين اللي قال بانهم كاع تعرضوا يعني للقتل فيما بعد بسبب هذا الماتش هذا. دونك هذا هو الحادثه اللي انطلقوا منها الكتاب ديال السيناريو ديال الفيلم، واللي حاولوا انهم يخلقوا منها فيلم تيجمع بين الكره وبين السينما، وطبعا يكون تيناقش ذاك الموضوع ديال الحرب العالميه الثانيه بواحد الشكل زوين. مجموعه من النقط تيتاسفوا ان يعني الكره كموضوع في القصه خسرات القوه ديال الموضوع كفيلم انساني زوين بزاف، ولكن كاين اللي شاف بان لا بالعكس الكره زادت لي واحد الجماليه زوينه. دونك هادشي كل واحد وكيفاش، وكل واحد فاش غيتفرج غادي يحكم براسو. Now is the time for heroes. الفيلم الثاني في السلسله هذه هو فيلم دو ميراكل اوف بيرن، معجزه بيرن، من اخراج المخرج سونك فورتمان سنه 2003، واللي كيعود على واحد الحدث تاريخي مهم جدا للشعب الالماني اللي هو الفوز بكاس العالم سنه 1954، واللي تسمى كما قلت لكم معجزه بيرن. علاش معجزه بيرن؟ لعده اعتبارات. الاعتبار الاول هو ان هذا الماتش هذا كان ماشي فقط مجرد فوز صغير في كاس العالم، ولكن كان رمز لنهضه المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه، بعد دوك العقوبات اللي تعرضوا لهم، بعد ذاك الدمار كامل، بعد يعني ذاك الاذلال اللي وقع لهم في الحرب العالميه الثانيه. كان هذا الماتش هذا ولا كانت هذه البطوله هذه رمز للنهضه ديالهم ورمز للمعجزه الالمانيه كما غادي تسمى من بعد. هذه المعجزه الالمانيه كما قلت لكم الاعتبار الثاني هو ان الرمز ديال النهضه الاقتصاديه ديال المانيا، لان بزاف ديال المحللين والمتابعين ديال كره القدم كيقولوا بان الانتصار الالماني ما كانش غيتحقق بسهوله لولا التقنيه الجديده اللي استعملتها اديداس في الكوداس اللي كانت صنعت للمنتخب الالماني، واللي خلاتهم يتفوقوا على واحد الغول كروي ديك الساعه. منتخب المانيا ربح في النهايه المنتخب ديال المجر، واللي ما كانش منتخب سهل في ذاك الوقت، كان تقريبا ما خسرش لمده 4 سنوات، وكان ان فغي غولو كومبريسور واللي جي قدامه تيربحوا. وكما قلت لكم 4 سنين ما خسروش اي ماتش، والعجيب في الامر انهم تلاقاو بجوج في المجموعات وربحات المجر بواحد النتيجه ساحقه 7-3 وقيله ولا 8-3 الى باقي كنعقل. الشيء اللي خلى جميع المتابعين يقولوا بان المانيا ما عندها حتى شي فرصه باش انها تربح هذا الماتش هذا ولا تربح المنتخب المجري في هذا الماتش. ولكن كما قلت لكم هذه التقنيه الصغيره اللي دارت اديداس خلات ان المجريين ما يقدروش يجاريو الالمان في ذاك الماتش، مع كان تحت الشتاء وكان الغيس وهذا، والصباط ولا الكوداس ديال المانيا كان مجهز بدوك لي كرومبون ديك التقنيه باش انهم يكونوا مقاومين، العكس ديال المجريين اللي كيحسوا برجليهم ثقال، يعني الصباط كان ثقيل وما قدروش انهم ينافسوا الالمان. هذا الجانب الوردي ولا الرومانسي في القصه، داك الشيء تسمت معجزه بيرن. ولكن كاين واحد الجانب مظلم ما كيهضرش عليه الناس بزاف، واللي خرج مؤخرا في واحد الدراسه دارتها اللجنه الاولمبيه الالمانيه وماشي شي واحد براني، تيقول بان المنتخب في ذاك الوقت يعني الانسو يعني بلا ما يعرف
كان تيتعاطى المنشطات. يعني الاطباء ديال الفريق والمشرفين على الفريق كانوا تيحقنوا واحد الماده مستخرجه من البيتامفيتامين. كتعرفوا الميتامفيتامين يعني بريكين باد، والتر وايت، هذيك الماده الزرقاء الكريستال اللي تبنى عليها المسلسل هي نفس الماده، وكانت كتعطى اللعابه ديال المنتخب الالماني على اساس انها دي فيتامينات، والشيء اللي خلاهم انهم يقدروا يلعبوا بداك النسق عالي في المباريات كاملين ويقدروا يربحوا بديك الطريقه. وهذه كما قلت لكم هذا هو الجانب المظلم اللي كان مغطي لمده سنوات حتى تكشف واحد الرابور في واحد التقرير ديال اللجنه الاولمبيه الالمانيه مؤخرا، واللي جاي انه يعكر شيئا ما هذيك المعجزه الالمانيه اللي تسمت معجزه بيرن. هذا فقط السياق فين دار هذا الفيلم هذا، اما الفيلم راه فيلم زوين يعني بحال دوك الافلام على الكره فيه الموتيفاسيون، فيه بزاف د الحوايج بحال جميع افلام الرياضه اللي كتكون فيهم الموتيفاسيون وكيكون فيهم السسبانس وهذا. دونك فيلم اللي كيستحق المشاهده. Wer ist das? Das ist der Boss. Der ist mein bester Freund. Der glaubt allen Ernstes, dass der Rahmenuni kein Spiel mehr gewinnen kann. الفيلم الثالث في هذه السلسله هذه هو فيلم اورجو من اخراج جعفر باناي سنه 2006. هو فيلم تينطلق من ديفي اللي شويه مؤسفين في ايران، وهو انه مورا الثوره الايرانيه، الثوره ديال الخميني، تمنعوا العيالات انهم يمشيو للتيرانات ديال الكره، ما حقهمش انهم يدخلوا للتيرانات. والفيلم تيحكي لك القصه ديال واحد البنت اللي كتحاول تدريبلي هذا القرار ديال المنع بالتنكر في هيئه الدري، كانت كتنكر بحال الدراري وكتدخل الماتشات. دونك الفيلم يعني تيهضر على الحقوق المجهضه ولا يعني اللي كتعرض للتضييق في ايران، واللي لحد الساعه باقي الحقوق ديال العيالات شويه في ايران مهضومين وشويه اكرازي كما كتشوفوا دابا. اللي متبعين الاحداث راه غادي يعرف شنو واقع دابا في ايران. دونك فيلم زوين اللي بغى يتفرج فيه. راه السينما الايرانيه ما كتحتاجش ان شي واحد يقول لك سير تفرج في الفيلم، راه غير بمجرد ان الانسان يقول لك راه فيلم ايراني عارف بانه غيكون تحفه زوينه، بانك غتستمتع بزاف بهذا الفيلم هذا. ببینم تو میدونستی دختر تو اتوبوسه؟ آره. الفيلم الرابع في هذه السلسله هذه هو فيلم لوكين فور إيريك من اخراج واحد العظيم من عظماء السينما كين لوتش سنه 2009. كين لوتش راه كما قلت لكم واحد الوزن ثقيل جدا من الاوزان الثقيله ديال السينما العالميه، والدليل هو انه تقريبا بين واحد العدد قليل ديال المخرجين المعدودين على رؤوس الاصابع اللي قدروا انهم يربحوا في كان جوج المرات على الافلام ديالو. وعلى الافلام ديالو عندنا واحد الاستقبال حافل بين النقاد ولا الجمهور. اي فيلم تيديرو كاين لوتش تلقى واحد الاستقبال الحافل. وللحسن الحظ ديالنا حنا كمحبين ديال السينما وديال الكره انه جمع هاد الشغفين بجوج في فيلم زوين في سنه 2009 اللي هو هذا الفيلم هذا لوكين فور إيريك، اللي كيهضر على واحد المواطن بريطاني كيحس بان الحياه ديالو تافهه ما عندها حتى شي معنى، دخل في واحد المرحله ديال الاكتئاب وغادي يخرج منها بفضل يعني الايدول ديالو يعني المعشوق ديالو اللي هو إيريك كونتونا، اللي غادي يعطيه بزاف د الموتيفاسيون باش انه يولي ثاني مقبل على الحياه ويتجاوز دوك يعني الحوايج اللي كيخلوه انه يكون مكتئب وانه يكره الحياه ديالو. فيلم زوين صراحه. ملي كنقول لكم كاين لوتش غير تفرج في الفيلم راه على ضمانتي. وكنشكروا كاين لوتش لان بفضل هذا الفيلم هذا إيريك كونتونا غيدير واحد الوثائقي واعر بزاف سميتو لوكين فور، على داروا بزاف على الدربيات ديال كره القدم في العالم، لوكين فور اسطنبول، لوكين فور بوينوس اير، لوكين فور يعني تمشي للمدن اللي فيهم جوج اللقاءات ديال الديربي وتيهضر عليهم تيقدمهم للناس باش يعرفوهم وكيقرب لهم داك الشغف. دونك هذه فرصه باش انك تكتشف هذا الفيلم هذا وتكتشف معاه هذه السلسله الوثائقيه اللي غتلقاوها في يوتيوب ولا في انترنت، اللي صراحه زوينه بزاف غتقربكم من الديربي ديال ميلانو ولا ديال ريفير بلايت وبوكا جونيورز في الارجنتين ولا ديال مدريد ولا ديال لشبونه. ما عرفت واش هضر على الرجاء والوداد، ولكن اكيد انه يهضر عليه شي نهار لان هذا الوثائقي ما منقطعش 100%، مره كيلوح شي حاجه. From your balls. No! 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 Went to Kinchelsea's chips it over. You're there waiting. Bang! Casuals like straight in. Arsenal. اخر فيلم في هذه السلسله هذه هو فيلم دو داند يونايتد من اخراج توم هوبر سنه 2009، واللي كيعاود القصه ديال واحد من اعظم مدربي كره القدم في التاريخ ديال انجلترا وفي التاريخ العالمي ككل، اللي هو المدرب براين كلوف،
براين كلوف كان واحد المدرب اللي دار انجازات مهمه مع فراقي صغار، ديربي كاونتي وواحد الفريق اخر في الدرجات السفلى اللي جابوا حتى لدرجات اعلى. وبفضل التمكن ديالو من المجال ديالو غادي يخلف المدرب دون ريفز المدرب التاريخي ديال ليدز يونايتد على راس العارضه التقنيه ديال فريق ليدز يونايتد. وللاسف غادي يدوز فقط 44 يوم مع هذا الفريق هذا لانه اصطدم بالمسؤولين واصطدم باللعابه، لان لي ميثود ديالو كانوا شويه صعاب باش ان الانسان يتقبلهم. باش تفهم هادشي اللي كنقول غادي نقول لك بان براين كلوف واحد نسخه ديال جوزي مورينيو دابا واحد الانسان صدامي، واحد الانسان عنده شخصيه قويه، واحد الانسان ما كيقبلش مثلا الانسان سوفير مارشي سوغ لي بي كما تيقولوا بالفرنسيه. حتى هذا براين كلوف كاين بحال داك الشكل، وكان عنده واحد الاسلوب خاص به وما كيقبل حتى شي واحد انه يتجاوز الخطوط ديالو معاه. داكشي اللي خلاه انه يصطدم مع اللعابه، خاصه اللعابه اللي كانوا اللي كان كيهاجموا في التصريحات ديالو فاش كان مدرب ديال ديربي كاونتي، وكان كيقول عليهم اللعابه غير محترفين ما كيعرفوا والو هذا. وملي جا بدلوا حتى النمط ديال التدريب وقصح معاهم شويه، الشيء اللي خلاهم انهم ينقلبوا عليه بين قوسين كنسميو في هذا المصطلح في الكره النقابه، داروا عليه النقابه. وما قدرش انه يكمل تقريبا 44 يوم على راس ليدز، وهذا الشيء اللي بعدا تيعاود هذه المده ديال 44 يوم على راس هذا الفريق هذا اللي كان فريق كبير ديك الساعه في انجلترا. من بعد الخروج ديالو من هذا الفريق هذا براين كلوف غينتقم من كل شيء، انه غادي يمشي يشد واحد الفريق نوتينغهام فورست وغادي يربح معاه دوري الانديه البطله الاوروبيه، وهو نسخه قديمه من ما يسمى دابا بالتشامبيونز ليغ. وقدر انه يثبت للعالم انه مدرب كبير بزاف، وغير ان ربما لي ديريجون المسؤولين ديال ليدز ما عطاوش ما يكفي من الوقت ومن الدعم، وما عطاوش ما يكفي من الصلاحيات باش انه يفرض الاسلوب ديالو على اللعابه ديالهم. وفي الاخير المطاف خسروا الجهود ديال واحد المدرب اللي كان ممكن انه يزيد يحقق لهم تفوق على باقي الخصوم ديالهم. There'll be 40,000 people out there who you do have to justify yourself to. Just gonna have to beat him. Football is a beautiful game, Austin. I won't sleep until I've taken whatever that man's achieved and beaten it. Bollocks to Don Revy! هكذا كتسالي هذه الحلقه هذه، نتمنى انها تكون ممتعه لكم. وسمحوا لنا على هذا الغياب القسري، انني خدام في القناه الاخرى ديال الكره، كنحاول ما امكن انني نواكب بيناتهم. بالنسبه للناس اللي عندهم مع الكره والسينما وما عارفينش القناه الاولى، هذا هو الرابط ديالها، تقدروا تلقاوها سوغ يوتيوب الا بغيتوا تلتحقوا بينا تما بهذا التعبير هذا. دونك شكرا لكم على المتابعه، ونشوفكم لاحقا. ما غنتعطلش بزاف، غنحاول كل مره نلوح على الاقل حلقه اسبوعيه في السينما تيسالي كاس العالم. دونك نشوفكم لاحقا ان شاء الله. تحياتي.